احتج العشرات من الأمهات والآباء الذين فقدوا أبنائهم في الهجرة السرية أمام مقر المفوضية الأوروبية بالرباط صباح اليوم، وردد المحتجون شعارات من قبيل أولادنا في السجون، أولادنا محتجزون، العائلة في القاهرة لا سفارة ولا وزارة، في إشارة إلى عدم تجاوب السلطات المغربية معهم. ومن الشعارات: سوى اليوم سوى غد، الحقيقة لابد، العائلات ها هما المفقودين في نهومه. وعبرت أمهات عن أمالهن في العثور على أبنائهن أحياء أو أموات. وقالت سيدة من قلعة استراغناء أن ابنها هاجر سرا من سواحل مدينة الداخلة قبل سنة رفقة مجموعة من رفقائه وفقد أثره. كما قالت سيدة أخرى أن شقيقها المنحدر من سلا ركب قاربا من سواحل الرباط رفقة 15 من رفاقه وفقد أثرهم جميعا. ومن جهة أخرى هنالك ومن جهة أخرى هناك مغاربة مفقودين في ليبيا حيث لم يظهر لهم أثر.